اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا النهارده جايبه لكم وصفه ما بتاخدش 10 دقايق وسهله وبسيطه واقتصاديه. موز بسكوت. كنت زي ما قلت لكم ما بتاخدش 10 دقايق، بس حاجه حلوه ومثاليه جدا، وبتتاكل مع الشاي او القهوه. كل المكونات في البيت، يا دوب بس جبنا البسكوت من بره. اي نوع بسكوت حضرتك بتفضليه عادي، ما قلت زي ما توقفيش نفسك على حاجه، اي بسكوت. دلوقتي دي الكبة عندي، هضيف فيها البسكوت. هضربه دلوقتي في الكبة. عادي ممكن تعملي كيس عادي وتخبطي عليه كده، الموجود عندك اعملي بيه عادي. ضفت البسكوت في البولة بعد ما طحنته في الكبة. ضفت معلقتين الكاكاو، يا ريت يكون كاكاو خام، ما يكونش فيه سكر. دلوقتي هقلب الكاكاو وهدخلها في البسكوت كده. دلوقتي موز ههرسه وهنزل بيه على البسكوت. هنا هرست الموز وهنزل عليه على البسكوت والكاكاو كده. وهقلبهم في بعض. وبرده ممكن تضيفوا بدل الموز حليب مكثف عادي، تشوفي الموجود عندك واعملي بيه. دلوقتي دخلت المكونات كلها ببعضها، اللي هي المكونات البسكوت والكاكاو والموز. هكورهم بقى كور الحجم اللي انا عايزاه. ممكن ساعتها تستخدموا الميزان، بس مش شايفة الوصفة مستاهلة، ده هي كور صغيرة بالويم كده. ممكن تعملوا الكور شبه بعضها. جبت صينية وضفت عليها ورقة زبدة علشان هشكل اللي هعمل كور معاكم. وورقة الزبدة ليه؟ علشان العجينة ما تلزقش، وعشان ادخلها الفريزر وتطلع بسهولة. دلوقتي هاخد قطعة من العجينة هشكلها كده. شوفوا الحجم اللي انتوا عايزينه برضو. دلوقتي ده شكلها بعد ما خلصت الكمية وكلها عملتها كور شبه بعضها. دلوقتي هدخلها التلاجة او الفريزر تتماسك شوية قبل ما نحضر الشوكولاتة اللي احنا هننزله فيها. انا عندي شوكولاتة قطع عادي، ممكن تحضروا لها جناش شوكولاتة برضو مفيش اي مشكلة. هقول لكم على المقادير بتاعته. دلوقتي شكله بعد ما حطيته 5 دقايق في الفريزر. كان عندي قطعة شوكولاتة برضو هدخلها الميكرويف على دقيقتين تسيح. او ما عندكوش ميكرويف ممكن تعملوها على حمام بخار عادي. الوصفه دي بقى اللي هي بتاعه الجناش، لو حابين تعملوا الجناش اللي هو السايب شويه، مش حابين تعملوا الجناش اللي هو السايب شويه عادي، ممكن يكون عندك اي شوكولاته جايباها هتدوبيها على حمام بخار وهتبقى الشوكولاته دي ماسكه شويه. انا بنقولك وصفه اذا كان الجناش تعملي الجناش موجود عندك في البيت، مكونات بسيطه خالص، او الشوكولاته اللي انت ممكن تجيبي قطعه شوكولاته وتدوبيها على حمام بخار. دلوقتي ده شكل الشوكولاته بعد ما سيحتها. ممكن برضو تضيفوا معلقه زيت بيديها لمعه. دلوقتي بعد ما سبت الشوكولاته بردت، طلعت الكور من الفريزر علشان تمسك معايا. دلوقتي هنزلها في الشوكولاته باي شوكه عندك اي حاجه. وجبت طبق برضو حطيت فيه ورقة زبدة عشان لما يجي اشيلها تبقى سهلة معايا. ودلوقتي بقى هاخد الكرات دي انزلها في الشوكليت كده عشان اغلفها معايا. هي سهلة خالص وبسيطة وكلنا بنحب الحاجات. دلوقتي الكور اللي انا كنت عاملاها معاكم ده شكلها بعد ما طلعت من الفريزر. انا سبتها 5 دقايق بس. هي ما بتبقاش متلجة ولا حاجة، هي بتبقى ساقعة كده وبتبقى طعمها حلو قوي. الكب كيك كده هاخدها برضو واحطها فيه علشان هي بتبقى متبططة سنة من تحت. ده كان شكلها معايا بعد ما حطيتها كلها في القوارب الليل. دلوقتي ده شكلها معايا بعد ما زوقتها. كان عندي شوكولاتة بيضة برضو حطيتها عليها كده اشكال عشوائية كده.
بس انا قصدي ان انا ازوق الاتنين اللي قصاد بعض البيضه كتير، الشوكولاته البيضه الكتير اللي عليها دي، علشان ابني بيحب الشوكولاته. وده شكلها معايا، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. كلها وصفات بسيطه وسهله واقتصاديه خالص. والبسكوت ده بيبقى حلو قوي مع كوبايه شاي علشان والكور دي بتبقى حلوه قوي مع كوبايه شاي علشان جواها بسكوت من جوه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهاتي. وده طبعا شكلها، طبعا بتقدميها كده بقى جنبها كوبايه شاي. هوريكم واحده برضو. بصوا من جوه طعمها حلو قوي بصراحه، لو جربتوها هتدمنوها، مش هتقدروا بقى تاكلوها غير جنب كوبايه شاي. هي اصلا طعمها حلو قوي، ويا دوب الواحده على بق واحد، ما فيهاش الواحده قطمايه.